بالقهوة والتمر والعادات الخليجية العربية الأصيلة. قطر تستقبل العالم لتحول الحلم إلى حقيقة وواقع، وتحقق إنجازات سبقت بها دولاً أكبر منها مساحة وسكاناً، وتقود ثورة على اليأس العربي من إمكانية استضافة بطولات عالمية بهذا المستوى بعد فشل العديد من التجارب والمحاولات العربية، وبملاعب ومرافق تدريب ومنشآت من الطراز العالمي بمواصفات عالمية وروح التراث العربي. تضع قطر لمستها الأخيرة لاستضافة منتخبات العالم في عاصمة الرياضة العالمية التي تحتضن أول مونديال في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وسط أجواء مفعمة بالحماس لانطلاق البطولة في 20 من نوفمبر الجاري من استاد البيت ذي التصميم المعماري الفريد الشبيه بالخيمة البدوية بسعته البالغة 60,000 مشجع، والذي يستضيف حفل الافتتاح والمباراة الأولى التي تجمع منتخب البلد المضيف مع الإكوادور. وبحسب المصادر الرسمية أنفقت قطر نحو 220 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية على أراضيها خلال 11 عاماً الماضية، شملت الطرق والمدن ووسائل النقل العام والفنادق والمرافق الرياضية والملاعب، وهو ما يعد أعلى رقم على الإطلاق لإنفاق على تجهيزات استضافة المسابقات العالمية مقارنة بنفقات جميع الدول التي استضافت كأس العالم في السنوات الماضية. وإلى جانب الملاعب شيدت قطر أكثر من 100 فندق جديد عالي المستوى والفخامة بإجمالي عدد غرف يصل إلى 30,000 غرفة، دون الحديث عن الشقق والفيلات والوحدات السكنية الموزعة داخل الدولة، وأيضاً الخيام الصحراوية الفندقية والسفن السياحية التي تعمل بوصفها فنادق عائمة لتلبية الطلب الكبير خلال المونديال. أما بالنسبة لشبكة النقل والمواصلات فإلى جانب تشييد العديد من الطرق الرئيسية وتجهيز مسارات للدراجات وذوي الاحتياجات الخاصة، افتتحت قطر عام 2019 شبكة أنفاق مترو الدوحة بعد 6 سنوات من البناء بتكلفة تقدر بنحو 36 مليار دولار، شبكة تبلغ سرعة مركبتها 100 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها من أسرع شبكات المترو حول العالم، وتغطي حتى الآن 3 خطوط بسعة تشغيلية كاملة يبلغ طولها 76 كيلومتراً، وتتوقف عند 38 محطة، وعلى بعد 16 كيلومتراً من وسط العاصمة الدوحة. شيدت قطر مدينة لوسيل الحديثة بوصفها نموذجاً للمدينة الذكية المستقبلية المكتفية ذاتياً والمستدامة بيئياً، لتصبح واحدة من أضخم المدن الذكية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. المدينة تتكون من 19 ضاحية تضم 22 فندقاً عالمياً شديد الفخامة، وملعبين كبيرين لرياضة الجولف، وحدائق عامة كبيرة، ومراكز ترفيهية، ومنشآت تجارية ومرافق رياضية على مساحة تقدر بنحو 38 كيلومتراً، ويمكنها استيعاب 200,000 مقيم وأكثر من 80,000 زائر لمرافق الترفيه والضيافة. أما الملاعب فحدث ولا حرج، منشآت رياضية تسلب الألباب، تزاوج بين التراث والاعتزاز بحياة البداوة، وبين استغلال آخر صيحات التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لبناء صروح معمارية تشد الأنظار، صممت خصيصاً لملائمة جو الصحراء بحيث يمكن التحكم في درجة الحرارة بها، والتي لن تتعدى 28 درجة مئوية في كل الأحوال ومهما بلغت درجات الحرارة والرطوبة. باختصار، كل الظروف ملائمة لتنظيم إحدى أفضل نسخ كأس العالم على الإطلاق، وبتواجد جالية مغربية مهمة في قطر وتوافد الآلاف من المغرب ومختلف أنحاء العالم لتشجيع أسود الأطلس. الظروف مواتية أيضا للمنتخب الوطني بقيادة وليد الركراكي لتقديم أفضل العروض، ولم لا تحقيق نبوءة سامويل إيتو وبلوغ المباراة النهائية لحمل الكأس الذهبية وترصيع سجله بنجمة أولى.